شركة فيفو في الصين نزلت موبايلها الرائد الجديد ال X300 Ultra. جهاز كل تركيزه متجه لحاجة واحدة بس، نظام الكاميرا. فهل ممكن فعلا إننا نشوف كاميرا احترافية كاملة في حجم موبايل صغير نقدر نحطه في جيبنا؟ لأ، ده مش مجرد كلام تسويقي وخلاص، ده الوعد الكبير اللي فيفو بتقدمه مع الجهاز ده. جملة زي دي بترفع سقف التوقعات لأبعد حد، وبتخلينا فورا نسأل إيه اللي يخلي الموبايل ده تحديداً يستحق لقب احترافي؟ وعلشان نفهم القصة كلها دي الأقسام اللي هنمشي عليها. هنبدأ بوعد فيفو، وبعدين ندخل في التفاصيل ونفصص نظام الكاميرات ونشوف إمكانياته في الفيديو وإيه القوة اللي بتشغله، وهنختم بالسؤال اللي أكيد بيدور في بال ناس كتير. يلا بينا نبدأ. الفكرة الأساسية اللي فيفو بتبني عليها كل حاجة في الموبايل ده هي إنها تقدم تجربة تصوير احترافية، وده معناه إن كل جزء في الكاميرا من العدسة للمستشعر للمعالجة متصمم عشان يدي نتائج ممكن تنافس الكاميرات المتخصصة. هنا بقى ندخل في صلب الموضوع. أساس الادعاء ده كله هو الهاردوير نفسه، وتحديداً مجموعة العدسات الفريدة دي اللي معمولة بالتعاون مع شركة زايس الألمانية الأسطورية. خلينا بقى نشوف إيه حكاية التلاتة زائد اتنين دي بالظبط. نظام الكاميرا هنا بيعتمد على 3 عدسات أساسية، كل واحدة ليها بعد بؤري مختلف. الموضوع أشبه بإنك معاك شنطة عدسات احترافية في جيبك، واحدة للمناظر الطبيعية الواسعة، واحدة للصور القريبة اللي بتحكي قصة، وواحدة للتقريب وتصوير البورتريه. دي أدوات حقيقية بتدي للمصور خيارات فنية واسعة جدا. العدسة الأولى هي الألترا وايد، دي مثالية لتصوير المباني الشاهقة أو المناظر الطبيعية الضخمة، والأهم هنا هو استخدام مستشعر سوني لايتيا 818. ودي سلسلة مستشعرات جديدة من سوني بتتميز بقدرتها على إنها تجمع ضوء وتفاصيل أكتر، وده بيفرق جدا في جودة الصور، خصوصا في الزوايا الواسعة اللي ممكن التفاصيل تضيع فيها بسهولة. العدسة التانية فيفو بتسميها الكاميرا الوثائقية. البعد البؤري 35 ملم، ده المفضل عن مصورين كتير في تصوير الشارع والصور اللي بتحكي قصة. ومعاها كمان أقوى مستشعر من سوني LYT901، وده يعتبر المستشعر الرائد في السلسلة دي، وحجمه الكبير بيخليه يقدر يجمع كمية ضوء مهولة، وده معناه أداء خرافي وتفاصيل واضحة حتى في أصعب ظروف الإضاءة. ونيجي بقى لأهم عدسة، التليفوتو. هنا في مصطلحين لازم نقف عندهم. جيمبل جريد معناه إن الثبات البصري فيها قوي لدرجة كأنه جيمبل مدمج، وده طبعا مهم جدا في التقريب. وأبو دي بتشير لتصميم بصري بيصحح الانحرافات اللونية، يعني الألوان بتبقى دقيقة جدا ومفيش أي حواف ملونة غريبة في الصور. العدسة دي مش بس ثابتة وألوانها دقيقة، دي كمان بتستخدم مستشعر سامسونج HP0 بدقة مرعبة 200 ميجا بكسل. الرقم ده بيسمح بتقريب رقمي بجودة عالية جدا وتفاصيل خرافية حتى بعد ما تقص الصورة. ودي نقطة احترافية مهمة جدا. مش بس عدسة التليفوتو هي اللي فيها مثبت بصري، لا، كل العدسات الأساسية في الموبايل فيها OIS، وده بيضمن صور حادة وفيديوهات ثابتة بغض النظر عن العدسة اللي بتستخدمها. طيب كل ده كلام عن الصور، لكن هل الموبايل ده بنفس القوة في الفيديو؟ فيفو بتقول أيوة، وقدمت مجموعة مواصفات بتستهدف صناع المحتوى والمصورين المحترفين بشكل مباشر. بص على القائمة دي: تصوير 4K بمعدل قطرات عالي على كل العدسات، وتسجيل بصيغة لوج، ودي ببساطة بتديك فيديو بألوان باهتة شوية عشان تقدر تتحكم فيها وتلونها براحتك في المونتاج زي المحترفين بالظبط. وكمان بيدعم أنظمة ألوان احترافية زي ACES. وحتى الصوت، في 4 ميكروفونات لتسجيل صوت محيطي نقي ودعم للميكروفونات الوايرلس. دي مواصفات فيديو احترافية بجد. طبعاً نظام كاميرا بالقوة دي محتاج جهاز قوي جداً عشان يشغله ويعالج كل البيانات دي بسرعة. فخلينا نبص على باقي مواصفات الموبايل نفسه. المواصفات الداخلية هنا مش بتهزر. أحدث معالج من كوالكوم، وبطارية ضخمة جداً 6600 ملي أمبير، وذاكرة وتخزين بيوصلوا ل 16 جيجا رام و1 تيرابايت. دي أرقام بتضمن أداء سلس وقوة كافية لكل مهام التصوير والمعالجة التقيلة. الجهاز بيجي ب3 ألوان، الأسود، الفضي، والأخضر. بعد ما شفنا كل الإمكانيات دي نوصل للجزء الأخير والمهم: هل فعلاً هنقدر نحصل على الجهاز ده وبكام؟ هنا الصورة مش واضحة بالكامل. الملخص بسيط، إحنا عارفين إن ده موبايل بإمكانيات كاميرا جبارة ومواصفات قوية جدا، لكن اللي لسه ما بنعرفوش هو السعر الرسمي وهل هيكون متوفر في منطقتنا ولا لا.
النقطة المضيئة هنا إن فيفو وعدت إن ده هيكون أول موبايل ألترا تطلقه في الأسواق العالمية بره الصين. دي خطوة مهمة جدا للشركة وبتدينا أمل كبير إننا نشوفه في أسواق أكتر من المعتاد. وفي النهاية السؤال اللي بيفضل معانا هو بعد كل القوة والإمكانيات دي اللي بتقدمها فيفو في الكاميرا، هل التحدي الحقيقي اللي هيواجه الموبايل ده مش هيكون المنافسين لكن هيكون سعره؟ وهل الناس هتكون مستعدة تدفع ثمن التكنولوجيا دي في مقابل الحصول على كاميرا احترافية في جيبها؟ ده اللي هنعرفه لما يتم الإعلان عن باقي التفاصيل.